لساعات تواصلت المواجهات بين المحتجين والأمن التونسي، ولبسط السيطرة في محيط الداخلية التونسية أطلق الجيش وابلا من الرصاص الحي في الهواء، وأمطرت الشرطة على المتظاهرين بمسيلات الدموع ولدى الجرحى والمصابون جراء الاختناق بالفنادق المجاورة. هم يضربوا فيهم بالغاز، علاش يضربوا فيهم بالغاز؟ ما عندهم حتى حق. المتظاهرون اجتازوا الحواجز وتمكنوا من الوصول إلى بوابات الداخلية لأول مرة. كان يوما استثنائيا بامتياز، إنها بحسب التونسيين أكبر تظاهرة احتجاجية تشهدها تونس العاصمة منذ الثورة التاريخية التي أطاحت بابن علي يوم 14 يناير كانون الثاني، والرسالة كانت محددة. الرسالة واضحة: استقالة الحكومة وبقايا النظام. المسيرات والاعتصامات أمام الداخلية جرت بالتوازي مع تزايد أعداد المعتصمين في ساحة الحكومة بحي القصبة. المعتصمون أكدوا أنهم مصرون على ألا تسرق ثورتهم. إرادة الشعب هي مجلس صيانة الثورة حاليا. الوضع الليبي ألقى بظلاله على المشهد التونسي في بعد تضامني لا تخطئه عين. محمد عبد الله ممي، العالم، تونس.